كانت لدى هذه الفتاة شهية لا تصدق، وكان أسلوبها في الأكل فريدا لدرجة أن الناس كانوا غالبا يتجمعون فقط لمشاهدتها وهي تأكل. رغبة منها في تناول الطعام بهدوء كانت تتسلل إلى سطح المبنى. ظنت أن لا أحد يأتي إلى هناك، فكانت تأكل براحتها وبكل سعادة، لكنها لم تكن تعلم أن السطح يبقى خاليا لأنه مخصص حصريا للرئيس التنفيذي. في تلك اللحظة نفسها كان الرئيس التنفيذي جالسا في مكتبه يراقبها من خلف الزجاج وهي تأكل بسعادة على سطح المبنى. وعلى عكس ما كان يتوقعه الجميع، فإن الرجل المعروف بعصبيته لم يوبخها ولم يفصلها من العمل، بل ظل يشاهدها بتسلية كبيرة وهي تلعب بظل انعكاسها على الزجاج. كان الرئيس التنفيذي يعاني منذ فترة طويلة من مرض خطير، لكن رؤيته للفتاة وهي تأكل بكل هذا الفرح أيقظت شهيته في لحظة. ومنذ ذلك اليوم أصبح مولعا بها تماما. كل يوم وقت الغداء كان يقف بلهفة قرب النافذة، وما إن تفتح الفتاة صندوق طعامها حتى يبدأ بتقليد كل حركاتها، حتى طريقة إمساكها بالملعقة كانت مطابقة تماما، ثم يبدأ بتناول لقيمات كبيرة بنفس السرعة. الرجل الذي كان سابقا شديد الانتقاء في الطعام لم يعد يهتم بأي شيء، بل إنه فكر بها ووضع لها مدفأة خوفا من أن تشعر بالبرد. أما الفتاة غير المنتبهة فلم تشك في شيء عند رؤيتها للمدفأة، بل كانت تعتبر نفسها محظوظة جدا وتعود لتناول طعامها. وأحيانا عندما يمنعها العمل من الأكل في الوقت المحدد، كان الرئيس التنفيذي يسرع بالعودة إلى الشركة فور انتهائه من عمله فقط ليلقي عليها نظرة واحدة. فقد أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياته. بل إن الرئيس التنفيذي كتب بيده دعوة يدعو فيها الفتاة إلى حفلة عيد ميلاد ابن أخيه، لكنه لم يكن يعلم أن صديقه سيرى الدعوة. وكان ذلك الصديق أيضا معجبا بالفتاة، فاستولى على الدعوة وقرر أن يسلمها لها بنفسه، وبذلك تمت دعوتها إلى الحفلة. في اليوم التالي جاء الصديق ليأخذ الفتاة، وبينما كانت على وشك ركوب السيارة بسعادة، لاحظت أن الرئيس التنفيذي يجلس في الداخل. في لحظة واحدة سيطر عليها القلق، أرادت الهرب لكن لم يكن هناك مفر، فاضطرت للجلوس بجانبه، ولم تكن تعلم أن كل ما يحدث كان يجري تماما وفق خطة الرئيس التنفيذي. وبعد وقت قصير وصلوا إلى الحفلة، وما إن وصلوا إلى المكان حتى صارحها الرئيس التنفيذي بمشاعره، وقبل أن تستوعب ما يحدث أمسك بيدها ووضعها في ذراعه واقتادها مباشرة إلى قاعة الحفل.